دايما. يا بختها في العز اللي هي فيه، ولا الغوايش من هنا لهنا، مش الفقر اللي انا عايشه فيه. قومي خدي اختك وخشي جوه. بقول لك ايه، انا رايحه النهارده اقضي اليوم مع اختي، فابقى اروح عند الست الوالده كده اتعشى معاها، لاني مش هبقى اعمل اكل يعني ومش هبقى فاضيه. ولا قولي لي انت مش لابسه فين حتى دبلتك؟ هي فين دبلتك؟ بابا، مش انت وعدتني ان انت هتجيب لي فستان؟ ان شاء الله يا حبيبي هجيب لك اللي انت عايزاه. حاضر. معلش يا بوب. بابا، مش انت بابا وعدتني ان انت هتجيب لي تليفون؟ ان شاء الله يا حبايبي والله هجيب لكم اللي انتوا عايزينه والله، بس انا غصب عني والله. ادعوا لي ربنا يفرجها عليا واجيب لكم كل اللي انتوا عايزينه. يا رب يا بابا. ما تتعبوش نفسكم يا ولاد، هو كده ما بناخدش من ابوكوا غير كلامه بس، فبلاش بقى يا بابا هاتلي وهاتلي وفي الاخر مش هيجيب لكم. ليه ماما بتكسري بخاطر ده؟ ما ممكن فعلا بجد يجيب لنا. امي يا بنتي ادخلي جوه انت وهي، ليه يلا زعلتي يا بابا يا ماما؟ ادخلي يلا. يا سعاد، سعاد، ايه؟ هنزل اتوكل على الله اروح شغلي. مش هتعوزي اي حاجه؟ على اساس لو انا قلت لك عاوزه حاجه هتجيبها لي ولا كلام وخلاص؟ ليه يا بنت الناس كسرت النفس ليه على الصبح؟ ليه كده؟ قولوا لي روح نهارك ابيض، روح الله يصلح حالك. روح نهارك ابيض، روح الله يصلح حالك. بقول لك ايه، انا رايحه النهارده اقضي اليوم مع اختي، فابقى اروح عند الست الوالده كده اتعشى معاها، لاني مش هبقى اعمل اكل يعني ومش هبقى فاضيه. لا روحي انت تفسحي وغيري جو وكلي واشربي براحتك، وانا هبقى كل سندوتشين فول على اي عربيه وانا جاي. طيب بصراحه كويس اللي انت لحقتيني يا سعاد، ده انا لسه كنت هخرج دلوقتي. رايحه فين؟ وبعدين انا معطلاكي طب ولا حاجه؟ لا لا لا، انا كده كده جوزي مستنيني يعني بالعربيه، هيعدي عليا كمان شويه هو والعيال. وهنروح المول، يعني مول كده فتح جديد، وهنتغدى بره بقى ويجيب لي شويه حاجات. ربنا يسعدك يا حبيبتي يا رب. حبيبتي تسلمي لي. ايه رايك في الجوايش دي؟ ها؟ حلوه جميله قوي يا داليا. حبيبه قلبي. انتي عامله ايه؟ الحمد لله والله. مش ناويه كده مره تجيبي عيالك كده وتيجي كده بيت اختك كده هتحسسيني ان في حد بيودني؟ ايه ده يا سعاد؟ لا لا لا، انا بصراحه ما بحبش يعني جوزك ده خالص. لا لا لا، احمد جوزك ده انا ما بطيقهوش. والله يا احمد غلبان يا داليا. غلبان ده انتي اللي غلبانه، انتي هتفضلي طول عمرك هبله كده. بقول لك ايه يا سعاد، ايه يا داليا؟ انا ان شاء الله في فرح اخت جوزي يوم الخميس الجاي، وعاوزاكي تجيبي فستان حلو كده وتيجي الفرح، عشان بتباهى بيكي يعني قدام اهل جوزي، ما انتي عارفاهم. بس انا مش ظروفي ما تسمحش اجيب خالص اي حاجه، اي هدوم جديده. هي الهدوم اللي عندي اللي بقالها سنين دي اللي انا يعني بروح بيها اي مناسبه. لا طبعا يا سعاد، ازاي يعني ما تاخدي من جوزك؟ ما هو ظروف احمد ما تسمحش. ما تسمحش، خليه يفك الكيس اللي شايله تحت البلاطه. ولا في كيس ولا في بلاطه اصلا يا داليا. والله ما هالاشكال دي يا حبيبتي بتفضل تحوش تحوش، ويفضل سايب نفسه جعان ومبهدل نفسه كده، وبصي ماسك على نفسه عشان يحوش يا هبله. بقول لك ايه، انا عارفه هو بيحوش ليه يا سعاد، تمام؟ عشان يتجوز، ماشي؟ واللي زي دوت يا حبيبتي بيحط القرش على القرش عشان يتجوز يا سعاد. انت هتستني لحد ما يتجوز عليكي يا اختي وتفضلي تقولي ايه ده غلبان، ده مش عارفه ايه؟ ولا قولي لي انت مش لابسه فين حتى دبلتك؟ هي فين دبلتك؟ خلاص يا داليا بقى، وانا همشي بقى عشان المهم اتأخرت. يوم الخميس الجاي خدي منه من الكيس اللي هو شايله تحت البلاطه وتعالي الفرح يا سعاد. ماشي يا داليا، همشي انا بقى. ماشي. قال بتقول لك الغلبان ايه؟ غلبان؟ ما اقوم بقى. الحمد لله على السلامه. الحلوين اتبسطوا؟ الخروجه كانت حلوه؟ ربنا يبسطكم يا رب دايما. يا بختها في العز اللي هي فيه، ولا الغوايش من هنا لهنا، مش الفقر اللي انا عايشه فيه. قومي خدي اختك وخشي جوه. وكل شويه منين معيش منين معيش، زي ما يكون بتجيب لنا الامله. ورب الكعبه معايا، مش كل شويه هات هات. معيش. اوعي تفتكري بكون مبسوط،
بكسرتي قدامك وانا بقول لك معيش. اوعي تفتكري بكون مبسوط وانا بقول لك مفيش في جيبي غير 50 جنيه. انا بحس بالكسره قدامك والله ما معايا. حاولي تصدقيني ولو لمره واحده. ادعي لي ربنا يفرجها عليا، بس ما تكسرنيش قدام عيالي. حقك عليا يا ابو عيالي، والله الشيطان ضحك عليا. ده انت تاج راسي، ده انت والله العظيم يعني راجل طيب وحنين. حقك عليا، انا اسفه وهمشي على قد ظروفك. في مفيش خلاص. والله يا بنت الناس نفسي اجيب لكم الدنيا كلها، نفسي اجيب لكم الدنيا كلها، بس غصب عني انا مطحون. مفيش في ايديكي حاجه تعمليها معايا غير انك تدعي لي وربنا يعيني عليكم. ربنا هيفرجها عليك باذن الله وهيوسعها عليك. حقك عليا. الباب بيخبط، طب شوف مين ده على اي عيل من العيله تفتح الباب. افتحي يا حبيبه. ايه يا حبيبه، عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. فين بابا؟ جوه. طب يلا. خلاص بقى عشان امك جت. عامله ايه يا ايه يا حماتي؟ سعيده، عامله ايه يا حبيبتي؟ ازيك يا الحمد عامله ايه يا ام؟ اخبارك الحمد لله يا ايه؟ حبايبي، انتوا عاملين نورت ايه؟ الدنيا يا حبيبتي. ربنا يبارك لكم. عاملة ايه ايه يا اخباركم؟ حبيبتي؟ رضا الحمد لله يا حبيبتي. ايه الزياره الحلوه ديت؟ عامله لك مفاجاه يا احمد. انت مفاجاه لوحدك يا ام، وجودك في حياتي مفاجاه. ربنا يخليك ليا يا ابني ويصلح حالك. الله يصلح حالك يا امي. خد يا عين ماما دول 150,000 جنيه ورثتهم، كانوا فلوس مركونين، واخويا الحمد لله قام محامي وجابهم عن الله يرحمه الارض بتاعت بابايا. يا يما انت لسه فاكره موضوع الورث ده؟ خالك اللي جري فيه، والحمد لله كسبنا القضيه والفلوس جت. بس احنا مش محتاجينها يا حماتي، انتي اولى بيها. اعمل بيها ايه؟ بس احنا مستورين والحمد لله، مش محتاجين فلوس. مين هيورثني غير ابني حبيبي؟ هو احمد ابني اللي هيورثني، مش حد يورثني غيره. قلت العمر ليكي يا حبيبتي، احنا مستورين والحمد لله والله. ربنا يجعلك مستور في الدنيا وفي الاخره يا ابني. يا رب يا امي، يا رب ويديمك في حياتي ربنا نعمة. يبارك لك يا ابني. امسك يا حبيبي والله قلبي. ما محتاجهم. انا اعمل بيهم مستور ايه؟ والله. انا وجودك سعادتك عندي بالدنيا وما فيها يا ابني، انت وعيالك. انا مش عايزه حاجه من الدنيا غير سعادتكم. انا اعمل بيهم ايه؟ كفايه انتوا تبصوا عليا وتطمنوا عليا يا ابني. يا رب. شوف الفلوس دي سبحانك. كانت بعد سنين السنين وكنت محتاجاها، في عز ما انا كنت محتاجه جنيه، ربنا كرمني بيها دلوقتي يا ابني. ربنا يديك الصحه يا امي. اتفضل يا ما يحرمش حبيبي. منك ابدا. بس اهم حاجه خلي بالك منهم وحطهم في المكان الصح يا احمد. هعمل لي حته مشروع حلو يما صغير كده على قدي، وان شاء الله تكون فتحه خير عليا. ان شاء الله يا ابني. برزق بناتي ان شاء الله. بأمر الله يا حبيبي، ربنا يوسع رزقك كده، وسعاد بنت حلال وطيبه وتستاهل كل خير. يا رب. ربنا يخليكي لينا يا حبيبتي. ربنا يبارك. وانت طبعا عارفه ان انت طول ما انت وراه الدنيا هتبقى حلوه باذن الله، وهيكبر كل واحده واحده ان شاء الله لما نشوفه ان شاء الله. حاجه كبيره باذن الله. ربنا قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا. دي حقيقة. ويرزقكم من حيث لا تعلمون. الحمد صدق لله الله العظيم. الحمد لله يا حبيبي. الحمد لله يا امي. انت ابن حلال مش وتستاهل عارف كل اقول خير. لك ايه يما، والله العظيم 3 دخلتك عليا والله فرحه هتتعشي اكتر من معانا بقى. الفلوس. قول استنى يا بس، رب انت يا خدت له حبيبي، كده قول يا كلام رب. كده لا تتعشي يا معانا. حبيبه قلبي، بصي انا بقى اتاخرت كده، انا جايه والله من ابدا، ده انا هقوم احط العشاء بسرعه. عشي معانا يما، حرمش منك يا والله رب. يا احمد سعاد دي بنت حلال فعلا، قوي تستاهل يما، كل خير. قوي قوي. حافظ عليها وعلى بناتك. ربنا يبارك لها يما، ربنا يبارك ربنا لها. يسعدك يا ابني وتشوف بناتك دول احلى عرايس. اللهم امين، ويديمك في حياتي نعمه. ربنا يبارك لك الكل يا ابني، رب. ربنا يبارك لك يا حبيبي. الله يصلح حالك. مش عارف بقى اقول شيل لك فلوسك ايه دي بقى، والله. يلا هتقول لي ايه يا حبيبي؟ ده مالك يا ابني؟ ربنا يخليك يا ربنا يبارك لك يا ابني ويصلح حالك. الحمد لله يا رب.